الفيديو ده منتشر على السوشيال ميديا زي النار في الهشيم وكل الناس شافوه، واكيد انت مريت بالموقف ده وانت بتصلي، يحصل لك كده صدمه مره واحده، انا في الركعه الثالثه، في الركعه الرابعه، طب الركعه الرابعه ولا الركعه الخامسه؟ وارد جدا يحصل لاي حد فينا كده، وارد اي حد فينا ينسى هو بيصلي، سواء انت كنت امام او ماموم وحصل لك الموقف ده. فانا عاوزك تبني على الاقل، يعني ايه؟ يعني مثلا انت شاكك دي الركعه الثالثه ولا الركعه الرابعه، فتبني على الاقل ان اليقين والمتاكد ان هي اكيد الثالثه، لكن دي رابعه دي بقى فده شك، فساعتها تبني على الاقل وتقوم تجيب ركعه رابعه. طب الرابعه ولا الخامسه؟ تبني على الاقل، وبما ان الصلاه بتاعتنا ما فيش صلاه 5 ركعات وانما هم اخرهم 4، فالصح ان هم 4، وما تجيبش ساعتها الخامسه. وبعد ما تخلص صلاه وبعد ما تقول التشهد وقبل ما تقول السلام عليكم ورحمه الله، السلام عليكم ورحمه الله، تسجد سجدتين اتنين سهو. بنقول ايه في السجدتين دول؟ نقول حاجه بسيطه جدا: سبحان ربي الاعلى، سبحان ربي الاعلى، سبحان ربي الاعلى. تسجد السجده الاولى تقول فيها كده وتطلع الله اكبر، بعدين تسجد السجده الثانيه الله اكبر، سبحان ربي الاعلى، سبحان ربي الاعلى، سبحان ربي الاعلى، بعدين الله اكبر، وتسلم من غير ما تعيد التشهد تاني، لانك انت قلت من شويه. طب ينفع ان انا اقول السجدتين دول بعد ما اخلص الصلاه واقول التشهد واسلم؟ ايوه ينفع، مفيش اي مشكله. بعد ما تسلم تسجد الله اكبر، سبحان ربي الاعلى، سبحان ربي الاعلى، وبعدين الله اكبر، الله اكبر تاني، نفس السجده، وتطلع السلام عليكم، السلام عليكم، سواء كنت امام او ماموم. في ناس كتيره محتاره ومش عارفه تعمل ايه في الموقف ده، فبعت له الفيديو دوت، الله يبارك لك، عشان غيرك ينتفع زي ما انت انتفعت. وما تنساش ان تدل على الخير كفعله، واوعى تنسى تصلي على سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام.